Henüz arabama binmez. Bir numarayım ve öyle kalacağım. İyi olana da kimse iyi demez. Canım ne isterse onu yapacağım. Henüz arabama binmez. Bir numarayım ve öyle kalacağım. İyi olana da kimse iyi demez. Canım ne isterse onu yapacağım. Alo, telefonum sana açık. Kim o? Arabamın üstü açık. Cano, sizin keyiflerin kaçık. Aşkım neden keyfin kaçık? Gaz, gaz, gaza bak geleyim. Naz, naz, yapma bana şekerim. Dans, dans, hep çakalalı güzelim. Bak sana şarkı yaptım bebeğim. Gülüyorum size en tepeden. Türkiye'nin benim çılgın çocuğu. Hakkında yorum yapmış bir tane bu çocuğu. Hadi yallah, senin haline vah 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 vah. Hepinize söyledim. Gaz, gaz, gaza bak geleyim. Naz, naz, yapma bana şekerim. Dans, dans, hep çakalalı güzelim. Bak sana şarkı yaptım bebeğim. نرجع بقى للزمن شوية كمان. النهاردة هنعمل عظمة. اللي مش بيحبها هيحبها ويقوم يعملها لو عنده في التلاجة، واللي مكسل يعملها او بيعملها بالطريقة التقليدية هنخليه يعملها بطريقة حلوة ومميزة. وانا عن نفسي مكنتش باكلها بقالي سنين، بس لما عرفت الطريقة دي وجربتها بقيت باكل منها ولا في زفارة ولا في اشمئزاز ولا في لا ياي ومش حلو ومش حلو الكلام ده. بجد طريقة حلوة. تابعوا معايا لحد اخر الفيديو. انا عارفة بقى ان انا بقالي كتير منزلتش فيديوهات، بس قلت عشان انزل لكم بفيديو جامد ويكسر الدنيا. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك الجميل لو اللي مش مشتركين في القناة. وتعالوا يلا نبدأ. هنجيب حلة كبيرة ونحط فيها مية سخنة ونحط فيها الكوارع. طبعا نكون غاسلينها بمية وملح وخل وكده تبقى نظيفة جدا. وهتحطي توابلك عادي، اي توابل متوفرة. الكوارع تحب التوم، يعني اكتر حاجة تحطيها التوم، سواء في شوربة سواء في الدمعة في تحت. توم توم توم. حطيت بقى كل توابلك زي كأنك بتعملي لحمة عادي. كزبرة، كمون، محطتش ملح طبعا دلوقتي. فلفل اسود، كركم، بابريكا، 7 بهارات، ورق لوري، حبهان. اي حاجة توابل متوفرة عندك حطيها. هي هتاخد منك وقت، لو انتي مثلا عندك حالة ضغط ممكن مش هتاخد وقت معاكي، بس انا كان مش عندي او مش مستخدمها، بخاف منها صراحة. فانا حطاها مثلا هتاخد معاكي من 2 ل3 ساعات على حسب بقى الكوارع ونظامها. قلت بقى احضر الدمعة. مش هعملها سادة المرة دي، هعملها بدمعة واحطها كمان في الفرن، هدلعها اخر دلع يعني. جبت بقى حلة على النار وحطيت فيها بصل وحطيت فيه توم، يعني برضو كل حاجة حطي توم، كل توم كده بكميات، مش فص ولا 2 يعني. حطي كميات، هتحطي معلقة سمنة، والبصلة يعتبر اول ما تصفر كده هتحطي التوم. بعد كده هتحط دمعة في خلطة كده انا عاملاها وشايلاها في الفريزر، هبقى اقول لكم عليها في فيديو لوحده. دي خطيرة خطيرة. انا شايلاها في الفريزر، كل بقى ما عايزة اعمل تسبيكة، عايزة اعمل مثلا خلطة شاوي، خلط حاجات زي كده، بحط منها مكعب او مكعبين. بجد تحفة تحفة تحفة. هبقى اقول لكم عليها فيديو كامل لوحده، وان شاء الله تستفادوا منها جامد. هنحط بقى برضو بهاراتنا، ملح، فلفل، كمون، شطة، طبعا على حسب ما انت عايزة. وانا حطيت كيس صلصة عشان برضو تدي لون وتتسبك وتبقى حلو. هتحطي طبعا نص معلقة سكر. وتوابلك بقولك عادي، تحطي مرقة، تحطي ورق لوري، تحطي كزبرة، تحطي كمون، تحطي فلفل اسود، تحطي كركم، تحطي بابريكا، يعني اي توابل، 7 بهارات، يعني اي توابل متوفرة عندك حطيها. بصي هنسيبها ده، هنقلبها تقليبة ونسيبها تتسبك كده براحتها، يعني على اقل من مهلة. بعد بقولك ساعتين. الكوارع دي هتاخد وقت، لو انتي بقى عايزة تعمليها مستعجلة وتحطيها في حالة ضغط، بس يعني ما تسيبهاش تتهري قوي خالص يعني. ظبطي الدنيا ولحد ما تلاقيها كده ملبن. يعني حلاوتها ان هي تحسيها ان انت قربت تدخلي كده من العظم. دي كلها فوائد
وما شاء الله بتبقى حلوة يعني في الاكل. انا عملتها زي ما انتم شايفين في الفيديو، في اول الفيديو حطيت لكم شكلها في الدمعة يعني يفرح. ما شاء الله يعني كان شكلها حلو، طعمها ولونها يعني اقولك انا ما كنتش بحبها، بس انا بعد ما جربت الطريقة دي بقيت بحب اعملها وبحب اكلها كمان. هنقلب بقى وهنسيبها بقى تتسبك براحتها. قلت لكم انا حطيت الخلطة دي، حطيت منها مكعبين، ادى نكهة فظيعة. ابص الدمعة بص غمقت وما شاء الله بص عاملة ازاي تحفة كده. عايزين ده اللون المطلوب والشكل المطلوب اللي احنا عايزينه بالظبط. قعدت قلت اشوفها كده وقلبتها ويعني بجد تحفة. دي مناسبة جدا زي ما احنا شايفين. قلت بص كده على الكوارع، لقيتها ما شاء الله كده استوت يعني لحد بصي. طبعا احنا شايلين الريم وشايلين الدنيا ومظبطين الدنيا، وهتلاقي لحد بصي هتلاقيها لحد ما قربت تخلق من العظم كده، تحس ان هي هتطلع من العظم. دي هنختبرها تلاقيها ما شاء الله دايبة. يعني مجرد بس ما هنحطها في الدمعة، بص الدمعة دي كنت سايباها على جنب لحد ما الكوارع تخلص. بعد كده نقلتهم تاني في الحلة وقلبت بقى وسبتهم شوية يعني يغلوا شوية. وهعمل لهم طشة كمان، يعني كمان مش هسيبهم كده لا، يعني برضو قلتلك الكوارع بتحب التوم، يعني زودي على قد ما تقدري، وكل ما تزودي هتلاقيها احلى واحلى واحلى. طبعا احنا طالعين من العيد، انا الفيديو ده كنت عاملاه اصلا تاني ولا تالت يوم العيد، بس انا لظروف يعني ما عرفتش انزله لكم. بس قلت لا لازم بقى اتشجع واعمل لكم وصفة كل الناس تحبها، وان شاء الله تدعوا لي عليها. بس ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان قناتنا تكبر، واقول لكم على كل جديد. بعد ما نقلتهم كلهم كده والدمعة شغالة وقلبتهم، قلت اعمل طشة زي طشة الملوخية، زي طشة زي اي طشة انتوا بتستخدموها يعني عادي للطبيخ. هتحطي بقى برضو كمية توم حلوة، معلقة سمنة، وعليها حبة يعني حبة توم حلوين كده، ومعاهم كزبرة كزبرة وكمون كده مطحونين، وهتقلبيهم لحد لما تديه اللون الحلو. وبرضه هتحطيها كده على الدمعة. معلش دي طاسة صغيرة كده بستخدمها للطشة بس، هتلاقوها متبدلة شوية. فحطيت اي معلقة سمنة، وهنحط توم ونحط كزبرة وكمون. الدنيا تظبط هنحطها برضه على الدمعة. بجد امشوا معايا خطوة بخطوة، بجد هتلاقوها تحفة تحفة تحفة. يعني اللي مش عارف يعمل الكوارع او مستصعبها يعني هيحب الطريقة دي جدا. قلت لكم اللي مش بيحب اصلا الكوارع هيحبها بعد الفيديو ده، انا متأكدة يعني. ويا ريت تجربوا الوصفة وتقولوا رأيكم ايه وعملتوا ايه، وايه التريكات اللي انتوا عملتوها، او ايه الاضافة، او الناس بتعملها بطريقة مختلفة برضو قولوا في التعليقات. وانا برضو هشارككم اي حاجة انا بعملها، ودينا بنفيد بعض يعني. لحد لما تبقى اهي شوية توم حلوين كده ولحد لما تحمر كده، وهحطها فين؟ هتحطيها في الحلة الدمعة مع الكوارع اللي هي شغالة على النار. يعني تسبيكة ما اقولكوش، يعني دي خلطة من الاخر. لحد اهم لما حمرت، بعد كده حطيتها بقى في الحلة غلوتين 3 كده، وهنقولها بقى في صينية. يعني طبعا عايزة، في ناس بتقدمها كده عادي، ممكن تقدمها كده عادي في اطباق وزي الفل، طبعا مع جنبها رز او كده، بس انا عملت جنبها فتة. بص فتة كوارع بقى، شوربة كوارع والخلطة الدمعة دي، بصي كان يوم ما شاء الله يعني. في ناس بتعملها جنبها رز ابيض زي الفل. او بصي هتحطي ده الفيديو اللي هو في اول القناة، اللي هو بنقل الحلة او الكوارع من الحلة للصينية. بجد يعني انا حطيت كل رجل الكوارع كلها، كانت متقسمة طبعا على كذا قطعة، فعملتها مرة واحدة بجد يعني تحفة. انا بقولك جاي يعني جوزي بيقول لي ده يعني ريحتها قلب الشقة وطالعة في الشارع يعني. بقى تدلع جوزها وتدلع نفسها وتدلع بيتها وتجدد الحيوية كده، تعمل الكوارع، وانت عارفين فوائدها للكبير والصغير. ف... فبجد حاجة حلوة يعني. سيبك عن اللحمة والحاجات التقليدية، لكن الحاجات دي
هي دي اللي بنشوفها كل فين وفين. فبجد شوف انا بنقولها كده واحدة واحدة في الصينية، وبص الدمعة والتسبيكة والشكل تحفة. هنحطها بقى في الفرن وشوف النتيجة في الاخر. ده شكلها النهائي يا بنات. بصوا شايفين الحلاوة والجمال، يعني ما شاء الله. شايفين قلتوا جنبها، عملت جنبها فتة وشوربة، والشوربة دسمة ما شاء الله تحفة بجد. نشوفكم بقى في وصفات جديدة، وما تنسوش اللايك للقناة والاشتراك، ومع السلامة.